بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس اللي فات أخدنا الجروب وقلنا إزاي بنعمل جروب. وإحنا عندنا بوكس زي ده كده مفكك، يعني كل حاجة لوحدها. بنروح ضاغطين 3 كليك عليه عشان نعمله، نحدده كله وبعدين نقول له ميك جروب. وقلنا إن هو تقدر تعدل عليه زي المجسمات العادية. لو عاوز تعدل على الجروب من الجروبات دي تضغط مرتين كليك شمال عليه عشان يفتح ويبقى الباقي مقفول كده، يعمل لك ايزوليشن ليه وتعدل براحتك. نلاحظ إن إحنا لما عدلنا في الجروب من الجروبات دي مع إننا نسخنهم من بعض، إلا إن الجروب بيتعدل لوحده بس ما بيتعدلش الجروبات اللي إحنا نسخنها منه. بنلاحظ إن الجروبات مع إنها منسوخة من بعض إلا إن التعديل في واحد ما بيغيرش من الباقي. وده مش زي البلوك في الأوتوكاد. في هنا برضه نظام أو أوبشن تاني، نفس الأوبشن بتاع الجروب بس مختلف شوية. يعني مثلا لو إحنا جينا عملنا بوكس زي ده كده وهيقول لنا اعمله لنا، مش هنقول له بقى اعمله لنا ميك جروب، هنقول له اعمله لنا ميك كومبوننت. فتظهر لنا المربع الصغير ده. هنا بيقول لك قول لي اسم الكومبوننت ده. مثلا انا هعمله كأنه عمود، فهقول له ده عمود. هنا بيقول لي select axis. الاكسس ده اللي هو المحور Z وإكس وواي للكومبوننت ده، للمجسم ده بس، بعيدا عن المحاور الرئيسية دي. ده اللي هو المحاور اللي هو البيفوت بتاع المجسم نفسه، وهنشوف فايدته بعد كده. يعني أولا إحنا نقدر نحدده من هنا بعد كده، بس هنشوف مش مهم، يعني نسيبه زي ما هو، نسيب الديفولت بتاعه زي ما هو. هنا بيقول لي always face camera، مش هنعلم عليها دلوقتي، هنقول ايه فايدتها بعد كده. وهنا replace selection with component، دي ما بتبقاش متعلمة بس انت هتعلمها. ونقول له create، فبيعمل لي نفس الفريم اللي كان بيعمله لي حوالين الجروب، بس هنلاحظ الاختلاف لما نيجي نعمل نسخ. مثلا 5 أقول له انسخولي 5 مرات. أنا مثلا هعتبر إن الأعمدة دي كلها قد بعض، أعمدة في مبنى المفروض إن كلها تبقى قد بعض. فمثلا وليكن المبنى فيه 20 عمود، فالمفروض مثلا لو في تعديل في أي عمود من الأعمدة هيأثر على الباقي، مينفعش عمود أطول من عمود. فهاجي من هنا المفروض إن أنا أطول أو أعمل إكسترود للعمود ده. هنا في الكومبوننت إما أجي أعدل على الجروب بس من جوه، يعني مثلا ما أجيش من بره هنا وأقول له أنا هعدل عليك، أروح معدل كده وأقول إن هو زي الجروب. لأ، أنت لازم تدخل جوه الكومبوننت الأول. أول لما بتضغط كده بتلاقي إن الكل بيتقام عليه نفس العملية، بيتعمل له نفس العمليات اللي إحنا بنعملها على الكومبوننت اللي إحنا شغالين عليه ده. يعني لو جيت هنا ألاقي كل حاجة بتبقى بعملها في الكومبوننت ده
بيتعمل لي في النسخ بتاعته. أنا عاوز أعمل اكسترود، بلاقي إن الكل بيتعمل له اكسترود بنفس الطريقة وبنفس القيم. وده بيفيدنا كتير جدا لما يكون مثلا بنعمل مبنى ليه 100 شباك. ال100 شباك بناخدهم كومبوننت زي ده كده، عشان لو جه أي تعديل في أي شباك في الشبابيك مثلا ما اقعدش أعدل كل ال100 مرة واحدة. آسف، ما اقعدش أعدل يعني ال100 كل واحد لوحده، لا بنروح معدلين واحد بس، وبالتالي الكل بيتعدل. ده طبعا كل اللي بيشتغل كاد فاهم الموضوع ده. طيب أنا عاوز أعدل على الجروب أو الكومبوننت ده، بس مش عاوز دول يتعدلوا معايا. يعني أنا عاوز أخرج ده بره، بس مش لازم أعمل له اكسترود. نفس النظام برضه هنا أقدر أعمل اكسبلود، آسف، وبعدين أرجع أعمل له ميك كومبوننت تاني. ممكن يكون في حاجة متصلة، طبعا ده هيبقى بقى لوحده خلاص. أنا عملت له اكسبلود خلاص. رجعت عملت له تاني كومبوننت، بس بقى كومبوننت جديد باسم مختلف. فهنا لو حطوا تاني نسخة هيبقوا الاتنين زي بعض بس مختلفين عن الباقي. مش ضروري إن أنا أقعد أعمل كل العمليات دي عشان أطلع ده بره النسخ ده. بروح جاي واخده من هنا، أقول له ميك يونيك أو يونيك، يبقى لوحده. وكومبوننت برضه، يعني لو جيت أخده نسخ هنا في واحد وعدلت عليه، هيتعدلوا الاتنين زي بعض، لكن مش زي بقية النسخ اللي أنا كنت ناسخها في الأول. طبعا نفس العمليات اللي احنا قلناها على الجروب بتتعمل عليه. يعني لو أنا عاوز أعمل موف، عاوز أعمل اكسترود بس من جوه، أفتحه وبعدين أغير فيه براحتي. هنا برضو أداة اللي هي أداة الأكسس دي، المحاور دي، باجي مثلا أخليها من هنا. فأما باجي أسحب آخد كنترول سي، وبعدين أقول له كنترول في، بياخد لي من المحور اللي أنا كنت قايل له عليه من الأول. هي مش بتأثر كتير، لأن إحنا بنشتغل. مثلا أنا عاوز أخلي أنقل النسخة دي جنب النسخة دي، باخدها من هنا، هي معمول لها كوبي، أمسح دي. عاوز أخد النسختين دول، مش لازم أعمل المحاور دي، بروح واخد من نقطة أنا عاوزها، مش لازم كوبي لجنب النقطة التانية. بكده نكون خلصنا الجروبات والكومبوننت. وطبعا قلنا إن فايدتهم بيجمعوا لي المجسم لوحده بعيد عن الباقي. وبكده نكون خلصنا الكومبوننت، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.